أنا جاية النهاردة أقولك معلومة هتبقى غريبة عليكي شوية، ويمكن تطلع عكس كل اللي اتربينا عليه. هقولك يا ستي، تخيلي إن الفشل هو اللي بيخليكي تنجحي. والله زي ما بقولك كده. خلينا صراحة مع بعض. لما بتنجحي بتحسي بشعور رائع، الناس بتسقفلك والإيجو بتاعك بيبقى في السما. بس اتعلمتي حاجة؟ لا، مجرد لحظة انبساط وخدتي الدوبامين بتاعك يا ست البنات وخلصنا. أما بقى الفشل فللأسف هو بيبقى هادي وقاسي، وغالبا اللي بتسمعيه ساعتها هو نقد وبس، واللي بتحسيه جواكي بيكون وجع. لكن اللحظة دي واللحظة دي بالذات بتبقى فرصتك لإنك تسألي الأسئلة المهمة: ليه؟ وإزاي ده حصل؟ إزاي أكون أحسن المرة الجاية؟ الفشل أكيد بيجرح كبريائنا كلنا، لكنه بيديلنا هدية: الخبرة. الخبرة اللي بتخليكي تحسبيها مرة واتنين وتلاتة قبل أي خطوة، وده بيديكي ثقة في نفسك، ثقة حقيقية مبنية عن معرفة إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش يتعمل. المهارات العظيمة يا ست البنات ما بتجيش من الانتصارات، للأسف هي بتيجي من الأخطاء اللي بنقع فيها، والخبطات اللي طلعتي منها سليمة وخلتك تقومي تاني. عشان كده كل إنجاز حقيقي في حياتك هو مبني على دروس الفشل اللي عديتي بيه. أنا عن نفسي عشت كتير حاسة إني بخسر وبس، أو كأني بجري في سبق ومتأخرة عن كل الناس. بس الحقيقة إني ما كنتش متأخرة، أنا كنت بجمع تجارب، والتجارب ادتني مهارات كتير وادتني خبرة. وحقيقي السؤال اللي كان المفروض أسأله لنفسي: هل هقدر أصمد لحد ما حكمة السنين دي تتحول لانتصار، لحد ما أكسب أنا كمان، ولا هستسلم في المتر الأخير من السبق اللي يدوب على بعد خطوة من خط النهاية؟ أنا عن نفسي بشكر ربنا إني ما استسلمتش، إني كملت المتر الأخير من السبق، وإن خط النهاية قريب قوي. لو الكلام لمسك اعملي لايك واعملي لي فولو عشان تشوفي كل جديد، ولو أول مرة تشوفيني، أنا رشا، وده على جناح حكاية.